هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة هتكلم معاكم على بعض حاجات ساعدتني في تفتيح تحت العين. انا كنت في فترة في حياتي يعني عندي هالات سودا كتير وكنت بعالجها، ودورت على حاجات كتير في السوق المصري ووصلت لافضل منتج حاليا انا بستخدمه. هوريكم دلوقتي ايه هو، بس صدقوني المنتج ده مش عن اي اعلان او اي حاجة، ده عن استخدام شخصي، حاجة انا استخدمتها وجربتها وبنات كتير طلبت مني. واكيد خدتوا بالكم ان انا قعدت فترة مختفية لان انا كنت بجربه على بشرتي، عشان انا فعلا كنت لاحظت في بداية هالات سودا عندي، ولما جربته جيت اقول لكم عليه. لكن حقيقي صدقوني مش دعاية، لان انا فعلا انا ما بعملش دعاية لاي حد. المنتج ده هو اليجون اهو، اللي هو اي كونتور. طب ليه انا اخترت ده بالذات؟ بصوا، انا دورت على مجموعة سيرامات وكريمات للعناية بمحيط العين او حوالين العين. قعدت اسال ايه الافضل، قالوا لي دايما لما تجيبي اي كريم للمنطقه دي لازم تجيبيه يكون فيه كولاجين، ويكون الكولاجين ده بحري. قعدت ادور بقى على النت كتير، وقعدت اسمع فيديوهات كتير على تيك توك وعلى الفيسبوك، واقرا على جوجل كتير. طب ايه المفروض الكولاجين؟ عشان الكولاجين نستفيد منه ليه 3 صفات: لازم يكون هيدرولايزد، ولازم يكون يعني بيبتايد او هيدرولايز، ولازم يكون مارين كولاجين او يكون كولاجين بحري، ولازم يكون متكسر، يعني يكون مش الصيغه اللي هي الكبيره اللي موجوده في الكولاجين البقري اللي هو زي الجيلاتين والحاجات دي، جسمنا مش هيقبلها ولا هيستفيد بيها. فانا دورت لغايه ما لقيت اليجون ده تحفه. بصوا مكتوب عليه اهو ان هو فور دارك سيركلز والبافينس والرينكلز، يعني للهالات السوداء والانتفاخات، البافينس والرينكلز اللي هي التجاعيد. طيب انا لقيت فيه ايه؟ لقيت فيه اول حاجه بيبتايد كومبلكس اهي، بيبتايد كومبلكس مارين كولاجين وكافيين. انا بالنسبه لي محتاجه الكافيين ليه؟ اللي هو اي انتاج حاجات فيها كافيين عشان تنشط لي الدوره الدمويه، ده رقم واحد. انا مش حاطه اي كونسيلر على فكره، يعني انا كده مجرد بس كنت حاطه كحل وقلم ابيض بس كده بس. تاني حاجة أنا محتاجة المارين كولاجين علشان بشرتي تبدأ تمتصه، والمنطقة دي تبدأ تتنشط عندي، وأي هالات سودة هتختفي لما يبقى فيه دورة دموية شغالة. طيب أنا لما لقيت اليجون أنا جربته